قبيل ربع ساعة من موعد الأذان يضع عبد السلام وزملاؤه من المتطوعين الرتوشات الأخيرة لموائد الإفطار المعدة للاجئين الأفارقة. هذو لاجئين عايشين في بلاد فيها الحروب، عايشين في مآسي، كيجوا هنا ناكلوهم نهقصروا معهم، نحسوا شويه بإنسانية تاعنا. المئات يتوافدون هنا يوميا، هذا بيتهم الوحيد بعد أن طوحت بهم الغربة من بلدان إفريقية شتى. يأتون إلى هنا لتناول وجبة إفطار ساخنة، وكذلك بحثا عن دفء عائلي أفقدته إياهم الحروب أو ظروف بلدانهم الصعبة. بعدنا عن العائلة ليس بالأمر السهل، نعاني من بعض الصعوبات، لكننا مرتاحون هنا وجئنا لتناول الإفطار. عدد المهاجرين الأفارقة بالجزائر يتراوح وفق منظمة العفو الدولية ما بين 30,000 إلى 100,000. تحتضنهم بعض الجمعيات الخيرية بصرف النظر عن بلدانهم أو معتقداتهم. جمعية جزائر الخير تقوم بهذه التجربة عبر العديد من الولايات، تستقبل آلاف منهم. هذا المطعم مثلا يستقبل يوميا أكثر من 400 إلى 500 مهاجر إفريقي، بدون مهما كانت دولهم، مهما كانت دياناتهم، مهما كان لونهم، فهم بفرحة وبنظام تام يقوم على خدمتهم شباب من أبناء الجمعية المتطوعين. بعض هؤلاء الشباب يقصدون الجزائر بحثا عن العمل، وبعضهم يعتبرها مركز عبور في طريق طويلة إلى أوروبا. ليس مهما أن تصوم رمضان أو أن تعتنق الدين الإسلامي أو ما سواه، المهم أن لا يبقى جائع واحد في الجزائر، لا سيما في الشهر الفضيل. ذلك لسان حال بعض المتطوعين الذين يرون في رمضان شهرا للعبادة وشهرا لممارسة أفعال الخير والفضيلة. حسن تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر.